لو فاكرة إن نزول 5 كيلو دهون في شهرين 2 بس ده قليل، استني معايا دقيقة. من 60 يوم بالظبط جاتلي حالة قالتلي أنا عايزة أخس شوية، وبعد الكشف اللي استمر لمدة أكتر من 60 دقيقة أنا كنت تقريبا عرفت كل المشاكل الصحية اللي عندها اللي أنا هشوفها في التحاليل. وبالفعل بعد ما عملنا التحاليل طلع عندها سكر وهي ما كانتش تعرف، عندها أنيميا شديدة، نقص فيتامين د رهيب، فيتامين د عندها كان أقل من 3. طبعا هي كانت مرهقة جدا، شعرها بيقع جدا، ضوافرها كانت بتوريهاني بتتكسر وبتتنى معاها وحالتها صعبة وبتدوخ ومش قادرة تعمل مجهود البيت، مش قادرة تعمل أي حاجة، هي مش حاسة إن هي عايشة أساسا. اشتغلنا بهدوء من غير أي حرمان لدرجة إن هي كانت كل أسبوع بتبقى مبهورة إن هي شايفة الميزان بينزل معانا دهون من غير ما تحس إنها مضغوطة في الدايت. راجل كانت بتقولي أنا مبسوطة ومنبهرة إن أنا بخس من غير ما أحس إن أنا متقدرة ومحرومة كمان من الأكل. ظبطنا السكر، بنظبط الأنيميا، وبنظبط فيتامين د، ولسه مستمرين. وكانت النتيجة بعد شهرين 2 بس نزول 5 كيلو دهون. السكر بدأ ينتظم وطاقة أكتر ووشها بدأ يبقى فيه حياة. النهاردة وهي بتكلمني كانت بتقولي أنا بقيت بعرف أعمل شغل البيت، شعري ما بقاش بيقع كتير زي الأول، ضوافري بقت أحسن، اللي بيشوفني بيقول إن أنا خسيت النص.